في بعض الناس حاولوا يفسروا الموضوع ده بفكرة صهر الجرانيت بعدسات ضخمة بتركز حرارة الشمس على الحجر، وبعدين يصبوا الجرانيت ده في قوالب. لكن التجارب اثبتت ان الجرانيت لما بيدوب بيتغير لونه وشكله، وده عكس اللي شايفينه في المسلات او التماثيل اللي لسه لحد دلوقتي ناعمة وبتلمع جدا. وفي نقطتين هنلاقيهم دايما في الاثار المصنوعة من الجرانيت بتنفي فكرة الصهر. اول حاجة عدم التجانس في شكل ولون الحجر، يعني الحجر فيه اشكال والوان مختلفة، وده يثبت انه حجر طبيعي لانه لو مصهور هيكون كله لون واحد. ثانيا عدم اكتمال اعمال النحت، والنقطتين دول دليلين كافيين انهم منحوتين مش مصهورين. وفي ناس قالت ان صناديق السرابيوم الضخمة اللي وزن الواحد فيها بيوصل ل70 طن ممكن تكون مصبوبة زي الخرسانة، لكن مهندسين من شركة المقاولين العرب اللي اشتغلوا على ترميم السرابيوم 10 سنين اكدوا ان الصخور طبيعية وانه تم حفر الانفاق في الجبل ذات نفسه. وكمان في صندوق موجود في وسط الممرات، وهو دليل على التوقف المفاجئ في اعمال السرابيوم، وهو اكبر دليل على عدم صحة فكرة الصب، لانه مش منطقي انهم يصبوا 70 طن في وسط الممر وبعدها يفكروا هينقلوه ازاي. ما كانوا يصبوه في مكان الصندوق النهائي وخلاص. فكده كل الاحجار الناريه زي حجر الجرانيت بيكونوا خارج فكره انها تكون مصنوعه. ولحد اللحظه دي باستثناء بعض احجار الاهرامات اللي اتكلمنا عليها مفيش اي تحليل معملي اتقدم بيثبت ان اي من التوابيت او المسلات او التماثيل تم عمله من احجار مصنعه. واتوقع كده فهمتوا بشكل اكبر فكره الاحجار المصنعه.